تعالى اقول لكم اتعلمت ايه من شهر 9. بصراحة هو مكانش شهر بسيط ولا خفيف على القلب، بالعكس كان شهر طويل جدا مريت فيه بظروف كتيرة قوي ومواقف صعبة وحاجات كده مش لطيفة، بس اتعلمت منه حاجات كتيرة قوي. اول حاجة اتعلمتها هو ان حقيقي ربنا مستحيل يسيبك حتى في اخر لحظة، هو بيفضل سامح بالتخبيط والمشاكل لاخر لحظة عشان يعرفك قد ايه ان هو موجود وقادر يغير في اخر لحظة. تاني حاجة اتعلمتها هو ان انا استغنى عن اي حاجة هتتعبني او اي حد هيتعبني او هيأثر على حياتي بالسلب. بدأت ان انا موضوع الاستغناء يزيد عندي علشان خاطر نفسي وعشان خاطر حياتي. تالت حاجة استحمل نفسي في وقت الانهيار والتعب، لانها حقيقي بتكون شايلة كتير. انا ببقى مستغربة هي ازاي شايلة ومتحملة كل ده، هي بصراحة بيبقى كتر خيرها، فلازم اتحملها وقت ما هي تكون منهارة وتعبانة واشيلها. رابع حاجة ان انا مضغطش على نفسي بأي شكل من الاشكال، مش لازم ان انا ابقى بيرفكت دايما، مش لازم ان انا ابقى في افضل صورة دايما، مش لازم ان انا اعمل كل حاجة بالخطوة. عادي ان انا اسيب نفسي تعبانة ومنهارة وواقعة لحد ما تفوق لوحدها، وده مش معناه ان انا ابقى يائسة ومهملة في نفسي، لا، بس بسيبها لحد ما تفوق واحدة واحدة، لان اللي بتبقى شايلاه مش قليل. خامس حاجة وهو ان بجد كان في حاجات كتير قوي عايزاها في شهر 9 وربنا رتبها لي بأفضل طريقة مما كنت انا عايزاها، فبجد محتاجين ان احنا نسلم له الدفة. ده اول حاجة. تاني حاجة محتاجين ان احنا نبص على ارادته واللي هو عايزه مننا، وايه الحاجات اللي هو عايز يوصلها لنا، ونبص لحياتنا ونحبها ونحاول نبسط نفسنا، نحاول نحبها ونحاول نقرب منها، لان حقيقي محدش هيقف جنبها غير نفسك.